ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل المسقعة من داخل المطعم، وهنعرف سر الطعم بتاع المسقعة بتاع المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله. وان شاء الله تعجبكم وتعتمدوا الطريقة ديت بإذن الله. تابعونا لنهاية الفيديو وان شاء الله هتشوفوا كل جديد في طريقة عمل المسقعة. اول حاجة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ان شاء الله هنعمل مع بعض المسقعة من داخل المطعم مباشر باذن الله. اول حاجة بنعملها يا جماعة البرنجان متقطع مكعبات، وهنبدأ نقليه على النار في زيت مغلي زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني هو ما بيطولش، هو بياخد حوالي نص سوا، ياخد لون ذهبي كده بسيط. وبعد كده بنطلعه من الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده. اول حاجة بنقليه، اهم حاجة يا جماعة يكون الزيت سخن، عشان هو زي ما تقولوا بيشوح. البرنجان بيشوح بس، اللي هو اول ما بينزل في زيت سخن بيبدأ ياخد اللون على طول وبيطلع. هنشتغل معاكم من داخل المطعم مباشر بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد معاكم 5 دقايق. كده البرنجان اهوت شوح وخد اللون الذهبي اللي هو الجميل، اللون الذهبي الفاتح زي ما حضراتكم شايفينه اهو. هنطلعه من الزيت وبعد كده هنمشي معاكم خطوة بخطوة من داخل المطعم بإذن الله. كده خلاص البرنجان خلاص، هنبدأ نحط عليه شبت وكزبرة متقطعين مفرومين زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنحط عليهم فلفل وشطة متقطعين طرنشات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده عندنا الصلصة مسبكة يا جماعة. الصلصة ديت في المطعم طبعا بيسبكوها وتفضل موجودة عندهم باستمرار. الصلصة عبارة عن طماطم مفرومة، واخدة التوابل بتاعتها فلفل وملح وكمون، واخدة طشة توم. بعد كده تبقى موجودة دي كده، الصلصة بتبقى جاهزة على كده. بعد كده بنجيب البرنجان على الفلفل والكزبرة والشبت والشطة والفلفل، وبنحط على النار وبنقلبهم زي ما حضراتكم شايفين كده. وبنسيبها بعد ما نقلبها كويس، بنسيبها على النار حوالي من 10 دقايق تغلي في بعضها كده 10 دقايق، وهي كده المسقعة يا جماعة بتاعة المطعم. طريقة سهلة جدا وبسيطة وبتطلع مسقعة ولا أروع. إن شاء الله تعجبكم. أهم حاجة اللي بيشوفني أول مرة، بيشوف القناة أول مرة، يعمل اشتراك ويشترك في القناة ويعمل مشاركة عشان الفيديو ينتشر والناس كلها تستفيد إن شاء الله. طبعا كده المسقعة بعد 10 دقايق بدأت تغلي زي ما حضراتكم شايفين، هتاخد تقليبة وعلى كده المسقعة جاهزة يا جماعة. طبعا الصلصة واخدة التوابل بتاعتها مع الفلفل والحاجات ديت، وهي كده المسقعة جاهزة يا جماعة اهيت. خلاص سبناها في السرفيز وبعد كده هي كده جاهزة للبيع من داخل المطعم. إذا عجبكم الفيديو متنساش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.